مريض دخل المستشفى على دكتور العظام. الدكتور قال له بتشتكي من ايه؟ الراجل قال له ظهري بيوجعني يا دكتور، انا كنت شاكك في مراتي فروحت البيت بدري من غير ما اقول، واول ما دخلت سمعت صوت في الاوضه ولقيت المدام متوتره كده ووشها شاحب. دورت في كل حته، تحت السرير، جوه الدولاب، مفيش حاجه، بس الشباك كان مفتوح. بصيت منه لقيت واحد بيجري من باب العماره ماسك قميص في ايده. بصيت حواليا ما لقيتش غير التلاجة، قمت شايلها ورميتها عليه من الدور الخامس. بعد شويه دخل مريض تاني بعربيه اسعاف ظهره مكسر. الدكتور قال له وانت مالك انت كمان؟ الراجل قال له والله يا دكتور انا صحيت متاخر على الشغل، خدت هدومي في ايدي ونزلت اجري عشان الحق تاكسي، وفجاه لقيت تلاجة نازله من السما خبطتني في ظهري. المهم دخل عليهم واحد تالت رقبته محطوطه في دعامه. الدكتور قال له خير ايه اللي عمل فيك كده؟ الراجل قال له بصراحه ومن غير لف ودوران انا كنت مع صاحبتي في شقتها، فجاه جوزها دخل ما لقيتش حته استخبى فيها غير التلاجة، بس ابن المجنونه جوزها عارف مكاني، راح شايل التلاجة هيلا بيلا ورماني بيها من الشباك.